هاد الشاب من الصغر ديالو هو عايش تحت الماء، كيتنفس في الماء بطبيعه الحال، ولكن غادي يكتشف واحد السر خطير تحت الماء. وإن فوا غادي يطلع من الماء غادي يولي غني بطبيعه الحال. غادي يتجمع هو وواحد جوج من صحابو، غادي يعاود ليهم باللي تحت الماء راه كاين كنز بزاف، حيت الوالد ديالو قبل ما يموت بطبيعه الحال غادي يخلي ليه واحد الوصيه، وغادي يقول ليه بلي راه السفينه الفلانيه راه شنو فيها وشنو فيها، وغادي يتفقوا وغادي يلبسوا اللبسه ديال البحر وغادي يهبطوا. بحكم انه حافظ ديك البلاصه غادي يمشي نيشان للباطو، وإن فغي يشوف الباطو اول حاجه غادي يكتشف الهيكل العظمي ديال الاب ديالو. غتشد واحد الدوخه وغادي يغمى عليه كيف ما كنقولوا. غادي يجيو دوك جوج ديال صحابو غادي يبداو يفيقوا فيه حتى غادي يفيق، وغادي يمشيو غادي يطلعوا هما كيسحب لهم بلي هو ديجا طلع، يعني غادي يسبقوه وهو كان باقي في الماء. غادي يبداو يقلبوا ويتسناو حتى لواحد شويه غادي يطلع وغادي يطلع معاه الكنز، ولكن كاين كنز كثير غير عطاهم الشونتي وكيقولوا انا يلاه بديت كنجبد. وفي نفس الوقت هنا غادي تجي واحد العصابه اللي كانت مراقباهم من شحال هادي، غادي يجيبوا معاهم مرتو وغادي يطلبوا منهم يا اما غادي يوريهم فين كاين الكنز بالضبط ويجبدوه معاهم، يا اما غادي يقتلوا مدام ديالو قدامه. طبيعه الحال غادي يبدا يفكر حتى هي، غادي يقول ليه واخا انا موافق. غادي يقول لهم يلا نمشيو كاملين نهبطوا تحت الماء. اخر حاجه غادي يديروا انهم غادي يهبطوا تحت الماء كاملين، وغادي يتبعهم حتى ديك العصابه ديال داك خونا. غادي يمشيو وغادي يحاولوا انهم يدوروهم حيت هما حافظين ديك البلاصه. اول حاجه غادي يديروا ان ديك الفرفره اللي كيركبوا مور الظهر غادي يهبطوا حتى الرمله لتحت وغادي يضربوها باش الرمله غادي تخفيهم، ما غيبقى يبان حتى شي حاجه. وهنا غادي يبداو يتيروا بداك النبل وغادي يقيس واحد من القرش، وغادي يجيو بزاف ديال القرش حيت وقع هجوم. غادي يبداو يقصيو فيهم بالواحد، غادي يبقاو غير شي فئات قلال. دوك الفئات القلال غادي يشدوهم دوك خوتنا وغادي يتكاو عليهم. وهنا ملي غادي يساليو غيمشيو يطلعوا لداك اليخت باش يحاولوا انهم يقضيو على داك الشخص اللي شاد لهم مرتو، وغادي يشدوه. ولكن ما غتوقعوش شنو غادي يطرا بالتالي. اللي بغى يكمل الفيلم حاولوا انكم تدخلوا هذه السميه ديالو، وبطبيعه الحال كنتمنى انه يعجبكم. اخر حاجه غنقول لكم ما تنساوش خلوا لي جادو وتابونا لمزيد من الافلام، وليتس جو. هاد الشخص هذا بدا كيطيح في البنت قدام هاد الرجال هادو الى درجه انه قال لهم غادي نقضيو بها الحاجه ديالنا وغادي نلوحوها بحال شي كلبه. بطبيعه الحال كله شنو بقى كيقول ليه؟ بقى كيقول لواحد فيهم باللي هذه هي اصلا لا علاقه، بقى كيقول الثاني باللي هذه كتشطح غير في البيران، واي واحد اللي جا كيتفلى عليها وكيلاوحها. كما انه بدا كيقول الشخص الثالث باللي هذه هي اصلا لا علاقه والنيفو ديالها طايح للارض بصفه نهائيه، الى درجه هذه البنت مسكينه ملي بدات كتسمع الهضره بدات كتبكي ديال بصح. وإن فوا بغى يقرب ليها والا غادي تدور فيه وغادا تبقى تبكي ليه وغتقول ليه حتى شي حاجه ما تزيدها، بارك غير هذا الجرح اللي جرحتيني. او بطبيعه الحال انا حياتي كامله وانا كنرقص في البيران، عمر شي واحد مطيح بيا حتى للدرجه. اخر حاجه غديرها انها غادا تمشي وهو غادي يجري من موراها، وغادي يقول لها بلاتي انا هادشي كامل اللي قلتو فقط غير كلام باش دوك الناس يبعدوا منك. غادي يقول لها بالعكس انا كنشوفك واحد الشخص اللي زوينه وبزاف، كما انني كتعجبني الشخصيه ديالك لواحد الدرجه اللي كبيره. وانا قلت هاد الهضره هادي حيت انا بصراحه كتعجبيني بزاف وما كرهتكش تكوني ليا، والا ما جيتش نقول هاد الهضره غادي يولي كلشي يبغيك، اذا انا ما غاديش نقدر نوصل لك. اذا انا طيحت منك قدامهم غير باش ياخذوا عليك ديك النظر ويبعدوا منك ونكون انا ليك. ملي غتسمع هاد الهضره غادي تفرح وغادي تنشط بشكل اللي هو كبير، وطبعا الحال حاول انه ينسى كاع داكشي اللي قال فيها. اخر حاجه غدير انهم كان عندهم واحد الحفل وكانت باغا تمشي توجد ليه، وغادي تقاد لهم واحد الثياب اللي غادي يحضروا لذاك الحفل. كما انهم كانوا كيدربوا بشكل استمراري، وهي اللي كانت مرافقاهم وهي اللي كانت حاضياهم. وغادي يجي النهار ديال ذاك الحفل وغادي يحضروا ليه كاملين، وغادي يكونوا دايرين واحد الخطه، ولكن ديك الخطه اللي غادي تفشل لهم بسبب واحد الشخص اللي معاهم في الفرقه، وما غتصوروش شنو غادي يدير بالتالي. اللي بغى يتفرج الفيلم كامل هذه السميه ديالو كيف ما كتشوفوا، حاولوا انكم تفرجوا فيه، فيلم زوين وغادي يعجبكم بزاف. بعد ما غادي تحكم عليه بالسجن المؤبد غادا تجي واحد الفرصه باش غادي يخرج من الحبس، ولكن مطلوب منه انه يدير واحد النزال مع اقوى مقاتل عندهم تما في ذاك الحبس. الفيلم ديالنا كيبدا مع هذا السيد هذا اللي سميتو غاغا، اللي كان عنده واحد المقاتل ما كيعرفش شنو هي الخساره. وهاد المباراه هذه غتكون داخل واحد السجن في روسيا، وغادا تبدا المباراه بطبيعه الحال، وغادي يكون اقوى مقاتل معاه اللي هو بويكا. والقتال ديال بويكا كان قوي بزاف، بالخصوص كان معاه واحد الخصم اللي ما مهلوكش، ولكن بطبيعه الحال بويكا ما كيعقل على حتى شي واحد وما كيعرف شنو هي الرحمه، قادر انه يهرس العظم ديال اي واحد ويربح الماتش في الاخر. جورج غادي يمشي لواحد البلاصه في ميريكان وغادي يدير واحد الاشهار، ولكن هاد جورج هذا كانوا قارين فيه حسيفه، وغادي يمشيو يديروا ليه المخدرات في واحد البلاصه عنده في الفندق. وغادي يمشي غادي يحصلهم، غادي يضرب الاول غادي يطيح، ولكن الثاني غادي يغفلوا حتى غيجيبوا كاو. هنا بعد ما غضربوا الفقه غادي يلقى البوليس كاينين معاه تما، وغادي يجيب واحد الكتاب غيقولوا ليه واش هذا ديالك، غادي يقول لهم غادي يقولوا ليه شنو هذا المخدر اللي فيه، وغادي يقول لهم طبيعه الحال هذا المخدر هذا ماشي ديالي. غادي يقولوا ليه هذا الكلام هذا قولوا تما، غادي يهزوه غادي يديوه. وبطبيعه الحال واحد من الناس ديال بويكا غادي يقول لهم باللي داك خونا راه غادي يتشد في الحبس، وراه دابا راه حاليا جايبينو الطريق. وداك بويكا غادي يقول ليه باللي انا
فرحان وغنتسنى بفارغ الصبر انني ندير معاه نزال، حيت هو عارفو بلي بوكسور قوي، والا ربحو غادي يكون بوي كدار واحد الانجاز كبير في الحياه ديالو، حيت هاد خونا بوكسور معروف عنده متمت حتى شي واحد ما كيخسر معاه. ولكن ملي غادي يجي غادي يتوقع واحد ليستوار بيناتهم بزوج. بطبيعه الحال اللي بغى يتفرج في الفيلم هذه السميه ديالو كيف ما كتشوفوا، حاولوا انكم تدخلوا تفرجوا فيه، فيلم واعر بزاف.